السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايلكم بفيديو جديد، وبالتالي جايلكم بوصفة جديدة. هنعمل مع بعض النهارده البانيه بس بطريقة مختلفة غير طريقة البيض والبقسماط. هنعمل البانيه صحي، بانيه للناس أصحاب الدايت وكمان الناس اللي بتحب الأكل الخفيف. فهو يعتبر يعني بانيه مشوي. فأنا معايا هنا، تعالوا بقى ندخل بقى الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا ازاي. معايا طبعا نص كيلو من البانيه او من شرايح الدجاج. ابدا اجهز بقى التتبيله اللي انا هستخدمها. فانا معايا هنا معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من الكركم، ومعلقه صغيره من الكاري، والملح طبعا بتاعي. التتبيله دي على فكره بتبقى جميله قوي والله، بتديله طعم حلو، وكمان بيبقى لونه حلو كده، وكمان بيبقى خفيف وصحي كده يعني. غير اللي هو بتاع البقسماط والبيض، يعني انا يعني الطريقه دي بحبها اكتر. وضفت كمان معلقه من بهارات الفراخ، ومعلقه من الكزبره الناشفه، ودي معلقه كبيره شويه من الثوم البودر يعني. وهقلبهم كده مع بعض. وهبدأ بقى اضيف المكونات او المكونين اللي هيدوني اللون الحلو اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. لون التحميرة كده حلو قوي يعني. وحطيت طبعا معلقة ملح. هبدأ بقى اضيف معلقة كبيرة من دبس الرمان، وكمان معلقة من كبيرة برضو من اللي هي الصويا صوص. دول هما اللي هيدوني طعم حلو برضو ومذاق حلو، وكمان هيدوني لون جميل قوي في الشكل النهائي، يعني في التحميرة النهائية. هيدوني لون حلو قوي. وكمان هحط معلقتين كبار كده خل. انت بقى لو مش موجود عندك دبس الرمان او الصويا صوص، انت ممكن تحطي معلقتين بديل ليهم من عسل الاسود. العسل الاسود بديلهم يعني. بس طبعا يعني نركن الصويا صوص على جنب. طبعا دبس الرمان رخيص، ارخص من الصويا صوص، وموجود يعني اكيد في كل البيوت موجود يعني. بس لو مش موجود عندك زي ما قلت لك استخدمي العسل الاسود. وجبت طبعا معايا ليمونه كبيره كده برضو عصرتها على التتبيله. ودي معلقه برضو كبيره من صلصه الطماطم. طبعا انتوا عارفين ان صلصه الطماطم دي انا اللي بعملها في البيت، ما بشتريهاش من بره ابدا. فبتبقى دايما موجوده عندي في البيت. حطيت معلقه كمان من صلصه الطماطم. وهبدا بقى اخلط المكونات دي كلها مع بعضها كده خلطه كويسه بالمعلقه بتاعتي. وبعد كده هبدا اضيف قطع الفراخ او الشرايح البانيه اللي معايا في قلب التتبيله دي، وهسيبها طبعا في التتبيله بقى ساعه 2 3. ممكن تعمليها برضو من بالليل وتحطها في التتبيله في التلاجة، وتصبحي الصبح تشتغلي فيها او تعمليها يعني. انا بصراحه في اليوم ده كنت مستعجله جدا، وكنت في مشوار وكنت راجعه. فانا ما سبتهاش بصراحه في التتبيله غير هي ساعه واحده بس. فهقلب كده، وبعد كده هغطيها بقى بكيسه بطبق ببلاستيك راب، واسيبها على جنب كده لغايه ما تشرب من التتبيله شويه. بس يعني المفروض اقل حاجه ان اي حاجه بنتبلها ما تقعدش اقل من نص ساعه في التتبيله، يعني لان غير كده هي مش هتستفاد من طعم التتبيله يعني. فاحنا اقل حاجه نسيبها نص ساعه في التتبيله. المهم انا تبلتها كده وهغطيها واركنها على جنب شويه، وبعد كده ارجع لها تاني هنشوف هنعمل ايه مع بعض. المهم رجعت تاني كده بعد ما خدت مدتها في التتبيله. انا هعملها معاكم، يعني هو نص كيلو مش مستاهل يعني، بس انا هعملها معاكم بطريقتين: طريقه على البوتاجاز وطريقه في الفرن. انا معايا الصينيه دي، انتوا شايفين الدخان اللي طالع منها دي؟ انا مسخناها على البوتاجاز تسخينه جامده جدا، ومديالها مسحه كده بسيطه من الزيت. هبدا بقى اخد شرايح البانيه اللي معايا، واحطها في الصينيه السخنه اللي انا مسحها بمسحه زيت علشان تاخد صدمه. انتوا شايفين قطعه البانيه لما حطيتها يعني خدت صدمه كده من السخونه بتاعه الصينيه. هو ده اللي انا عاوزاه علشان البانيه ما ينزلش ميه معايا. فالصينيه تكون سخنه، سخنتها على عين البوتاجاز ومسحتها بمسحه زيت، وبعد كده نزلت بالشرايح بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده خدت صدمه. دي الطريقه الاولانيه. هحطها كده، وبعد كده بقى هدخلها بقى الفرن بتاعي تاخد تحميره من تحت وتحميره من فوق. بس اهم حاجه ان هي خدت صدمه الاول من تحت. ما تحطهاش ابدا على صينيه بارده علشان ما تنزلش الميه بتاعتها. تمام. الصينيه سخنه حطينا فيها شرايح البانيه، هندخلها بقى الفرن تتحمر من فوق ومن تحت،
وبعد كده ايه نرجع نشوفها بقى شكلها عامل ازاي. انا سبت قطعتين 2 علشان اعمل معاكم الطريقة التانية. طبعا معايا دي طاسة او جريل بقى، طاسة اللي موجودة عندك. حطيته كده على عين البوتاجاز وبرده خليته يسخن قوي، وبعد كده ههدي النار عليه، وبعد كده وهو سخن كده هنزل بقطع البانيه اللي معايا على الطاسة وهي سخنة قوي، علشان لازم تاخد صدمة. اول ما تاخد بقى صدمة كده من على الوش، هبدأ بقى ايه اقلبها على الوش التاني برضو علشان تاخد صدمة، وبعد كده هدي بقى عليها النار علشان ايه اضمن ان هي استوت. طبعا هي شرايح البانيه مش بتاخد سوا لان هي بتكون رقيقة، فمش بتاخد سوا كتير، بس برضو بعد ما تاخد صدمة لازم نهدي النار عليها عشان ما تبقاش محروقة وتبقى من جوه نية ومش مستوية. دي الطريقة التانية، فانا حبيت اوريكم يعني الطريقتين. دي اللي انا حطيتها في الفرن، خرجت شايفين عاملة ازاي من يعني من وشها ومن تحت ومن فوق، يعني ما شاء الله خدت لون جميل قوي. السر في اللون ده زي ما قلت لكم دبس الرمان والصويا صوص اللي انت ممكن تستغني عنهم وتحطي عسل اسود بديلهم يعني. بصراحة طلعت جميلة قوي وريحتها حلوة قوي، وكمان والله كان طعمها حلو قوي. هي طبعا مش زي بتاعة البقسماط والبانيه، بتبقى القطعة بتبقى منفوخة كده وبتبقى كتيرة طبعا لان بيبقى عليها طبقات، بس دي برضو بتبقى صحية وبيبقى طعمها جميل وكمان تغيير. وبعدين انت وفرتي زيت طبعا، ووفرت بيض زي ما قلنا، ووفرت بقسماط، ووفرت ليلة طويلة يعني. والتانية اللي كانت في الطاسة برضو طلعت ما تختلفش كتير عن اللي في الصينية. فالطريقة اللي اسهل لك واللي انت حباها اعملي بيها، اذا كنت تعمليها في الطاسة على البوتاجاز او تحطيها في الصينية وتحطيها في الفرن. بس لو هتحطيها في الفرن لازم الصينية تكون سخنة ومسحوب مسحة زيت زي ما قلت لك عشان تاخد صدمة اول ما تنزل، عشان ما تنزلش مية. ونفس الطريقة بتاعة البوتاجاز برضو لازم تكون الطاسة سخنة ممسوحة بمسحة زيت، وبعد كده نحطها تاخد صدمة ونبدأ نقلب فيها كل شوية. وبعد ما تاخد الصدمة الأولى نهدي عليها النار علشان تضمني إن هي مستوية، مش واخدة لون تحمير وخلاص وبتبقى مش مستوية من جوه. تمام. شايفين لونها طلع عامل ازاي؟ بجد والله جميلة جدا. جربوا الوصفة دي. الناس طبعا بتوع الدايت اللي مش بيحبوا الأكل الدسم ممكن يجربوا الطريقة دي. وبعدين زي ما قلنا وفرنا، يعني مش هيبقى البانيه غالي وكمان زيت وكمان بيض وكمان دقيق وبقسماط وليلة يعني. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا ريت بقى لو الوصفة عجبتكم تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تعملوا لايك. متنسوش اللايك مهم جدا عشان بيرفع الفيديو. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبحبكم في الله.